بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ليه تتعلم في مصر؟ لأن حضرتك التعليم في مصر حلو جدا. في رؤساء وملوك ووزراء اتعلموا في مصر وحاكموا بلادهم، رجعوا وناس عظيمة جدا. في منهم اللي عايش ربنا يعطيه الصحة، وفي اللي توفى ربنا يرحمهم. احنا كعرب أسرة واحدة وعيلة واحدة. مهما فرقتنا الدنيا احنا هنرجع لبعض. سلطان بن محمد القاسمي، انا جيت بس قلت اما اشوف مين من الرؤساء اللي اتعلم عندنا. هتلاقوا حاكم الشارقه القديسه فيرنيا، ملكه صوفيا، ملكه رانيا، ياسر عرفات، غازي عبد الرحمن القصيبي وزير السعودي، رئيس جمهوريه المالديف مأمون عبد القيوم، هواري بومدين، عمده طوكيو، الزعيم صدام حسين. كل دول اتعلموا عندنا في مصر. طيب انا عايز اتعلم في مصر، وان شاء الله حضرتك ترجع تبقى زعيم. هجيب لك الخريطه بس عشان تفكر كمصري. احنا كمصريين بنفكر ازاي في التعليم. بصوا يا جماعه، حضرتك لما تيجي ان شاء الله تعرف ان مصر دي جمهوريه مصر العربيه، بلدك التاني. يعني انت لو جاي من السعوديه، حضرتك بلدك التاني مصر، فردة كعب. لو جاي من فلسطين، الاراضي المحتله من الكيان الصهيوني، حضرتك دي فلسطين يا جماعه. حضرتك لو انت جاي من فلسطين هتتعلم في مصر، بلدك التاني. حضرتك لو جاي من الشقيقه الاردنيه، عمان واهل عمان، بلدك التاني. دمشق واهل سوريا بلدك التاني. ليبيا، تونس، من اي حته، الكويت، المغرب، الجزائر، العراق، بغداد وعيون بغداد، اي حد، السودان طبعا، الجاره الشقيقه والاخوه اللازقين فينا، برضو اهلا وسهلا بكم في بلدكم التاني. تعالوا نفكر بقى مصر. بصوا يا جماعه، احنا عندنا جامعات في كل حته في مصر، في جامعات بتتبنى تاني، وهوريكم القائمه دلوقتي. بس احنا بنقسم مصر ازاي برضو؟ معلش، هي حته جغرافيا شويه. الحته دي بيسموها الفلاحين، بلغه مصر بيسموها الفلاحين، بلغه اهل سينا بيسموهم النازل، او اللي هم اللي تحت. ايوه، احنا بنسمى كده، يعني احنا فلاحين او اللي تحت. مصر كلها فلاحين يا جماعه، دي مش شتيمه. احنا عشان ارض زراعه واهل زراعه، فبيسموا الدلتا المصريه، بيسموهم الايه، الفلاحين، او بيسموهم اللي تحت، الناس اللي تحت. طيب دي فيها جامعات كتير، لو انتوا حضراتكم شفتوها هتلاقوا فيها جامعة بنها. بصوا، كل محافظة في مصر، تقريبا 26 محافظة فيهم جامعات. بنها فيها محافظ، بنها فيها جامعة، ودي اتعلمت فيها، ناس محترمة جدا وطيبين. منصورة فيها جامعة، طنطا فيها جامعة، ودي اللي انا بعمل فيها ماجستير حاليا. وطبعا كفر الشيخ اللي انا قاعد فيها اصلا، جامعتي جامعة كفر الشيخ، جامعة جميلة وجديدة لسه. هتلاقوا مثلا جامعة شبين الكوم، جامعة المنوفية، هتلاقوا جامعة الزقازيق، جامعه دمنهور اللي هي جامعه البحيره، جامعه دمنهور. هتلاقوا هنا في جامعات كتير جدا في الدلتا. طيب، في جامعات بقى هنا في القاهره، دي الجامعات الحكوميه. احنا بنقسمها لجامعات حكوميه وجامعات خاصه وجامعات اهليه. هوريكم القائمه دلوقتي. جامعه القاهره، الجامعه العريقه، وتلاقوها اسمها القاهره وهي في الجيزه، سبحانك يا رب. جامعه عين شمس، جامعه حلوان. هنا جامعات حكوميه، ثلاث جامعات حكوميه، القاهره وحلوان وعين شمس، هتلاقوهم هنا في قلب القاهره، ودي بقى المركز. وجامعه اسكندريه، هتلاقوا فوق هتلاقوا فوق جامعه اسكندريه. جامعه اسكندريه من الجامعات العريقه، طبعا انتوا عارفينها، ومكتبه الاسكندريه وعيون اهل اسكندريه بقى. هتلاقوا هنا جامعه قناه السويس، بورسعيد وعيون بورسعيد والاسماعيليه واهل النضال والسويس. هتلاقوا هنا بقى كل جامعات اهلنا في الصعيد، اسيوط بقى والمنيا واسوان وسوهاج. كل الجامعات ديت خلاص، واحنا بنربي ولادنا، بنعلمهم ونطلعهم في الجامعات المصريه. انا عن نفسي كهشام، انا اتعلمت في جامعه طنطا. البكالوريوس بتاعي حصلت عليه جامعه طنطا، والماجستير حاليا في جامعه طنطا، وبحبهم جدا. وحاليا انا شغال في جامعه كفر الشيخ. فانا من جامعات الفلاحين زي ما بيقولوا، جامعات الدلتا. طب تعالوا نشوف الجامعات. بصوا يا جماعه، قلت لكم ان في جامعات حكوميه. معلش بعدها لكم برضو عشان تفكروا زينا كمصريين. احنا بنختار الجامعات بناء على ايه؟ اولا التنسيق عندنا. في جامعة القاهرة، جامعة اسكندرية، جامعة أسوان، أسيوط، بنها، بني سويف، بورسعيد، جنوب الوادي، حلوان، دمنهور، ودمياط، والزقازيق، وسوهاج، والسويس، وطنطا، وجامعة العريش، جامعة عين شمس، وجامعة الفيوم، وقناة السويس، وجامعة كفر الشيخ جامعتي اللي أنا فيها دلوقتي، آه وجامعه طبعا المنصوره، وجامعه مدينه السادات، جامعه المنوفيه، جامعه المنيا، دي كلها حكوميه. جامعه مطروح، الوادي الجديد، الاقصر، جامعه برج العرب التكنولوجيه. طبعا في اكاديميات زي اكاديميه السادات للعلوم، الاكاديميه المصريه. طبعا اعرق جامعه ودماغهم، بصوا يعني انا بحب الجامعه دي جدا، جامعه الازهر.
وبتخرج ناس على اعلى مستوى. انا بحب جامعه الازهر لانهم بيجمعوا ما بين الدين والدنيا، انا بحبهم. طبعا في الكليات العسكريه طبعا، ودي طبعا انا بتكلم على مستوى التمريض، الكليه الحربيه والبحريه والدفاع الجوي بكل تخصصاتها، واكاديميه ناصر عسكريه، كليه القضاء والاركان. في جامعات بقى منشات اهليه زي جامعه الاسكندريه والجامعه اليابانيه وجامعه الجلاله الجديده، جامعه الملك سلمان الجديده الدوليه، وان شاء الله جامعه النيل وجامعه علوم التكنولوجيا، الجامعه المصريه، الجامعه الفرنسيه والعماليه. في جامعات بقى اللي هي المنشات الخاصه زي الامريكيه والبريطانيه والالمانيه والمصريه الروسيه والمصريه الصينيه والمستقبل وهليوبلس ومصر الدوليه والجامعه الحديثه وبدر والعربيه. شوفوا دي كلها قائمه. جامعة الجيزة الجديدة و6 أكتوبر وجامعة الأهرام الكندية وأكتوبر للعلوم الحديثة، جامعة مصر علوم، جامعة فاروس، جامعة سنجور، الأكاديمية العربية للعلوم البحرية. بصوا شوفوا كمية جامعة الدلتا، العاشر من رمضان، محافظة دمياط فيها جامعة حورس. كل محافظة في مصر تقريبا، أنا تعبت من كتر ما أقول لكم الجامعات. والجامعات، جامعة الأزهر ليها فروع في ماليزيا، في تشاد، في جنوب السودان، جامعة القاهرة في الخرطوم في السودان، جامعة القاهرة في الامارات اهي، جامعات جامعيه للتعليم المفتوح، الامارات والسعوديه والكويت وقطر وتركيا. كل الجامعات هذه في قلب الصوره قدام حضرتك. انا اختار الجامعه النية يا هشام، هي دي النقطه. رصيد، عايزه تقول ايه يا حبيبتي؟ عايزه تقول ايه؟ بقول بحبكم. ماشي. رصيد يا جماعه بتقول لهم بحبكم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اختار الجامعه ازاي؟ بصوا يا جماعه، كليات التمريض عشان تختار اول حاجه لازم تشوف تكتب كده الجامعات المعتمده في في السعودية، أو للسعوديين في مصر، أو الجامعات المصرية المعتمدة. دي الجامعات السعودية المعترف بها في مصر بالنسبة لمصر. طب الجامعات، نكتب الجامعات، معلش، المصرية المعترف بها مثلا في السعودية. أول حاجة، بصوا يا جماعة، الجامعات المصرية المعتمدة: قائمة القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، الجامعة الأمريكية، جامعة حلوان، الأزهر. دي القائمة. تقعد تبحث او تروح الوزاره عند حضرتك وتشوف الوزاره، قول لهم ايه الجامعات. في جامعات كمان اهو باقه اخرى من الجامعات المصريه الموصى بها لدراسه البكالوريوس او الدراسات، وكذلك الدراسات العليا للطلاب السعوديين. انا بقول مثال، مثلا الزقازيق والمنصوره واسيوط والمانيا والمنيا وطنطا وقناه السويس والمنوفيه وجنوب الوادي. يبقى انا هروح الوزاره بتاعتي اقول لهم ايه الجامعات المصريه المعترف بها في السعوديه، ايه الجامعات المصريه المعترف بها في الامارات. هيطلع لي قائمات تانية لدى وزارة التعليم العالي المصرية 42 جامعة معتمدة بها دوليا ومعترف بها، وتقرأ. أو تروح الوزارة عندك المعترف بها مثلا في أمريكا، المعترف بها مثلا في العراق، المعترف بها في تونس، وهكذا. دليل الجامعات المصرية المعترف بها في العراق، في الأردن، وهكذا. كل دولة حضرتك أنت موجود منها وبتسمع الفيديو، حضرتك لازم تعرف الجامعة المعتمدة عندك. دي الجامعات المعتمدة مثلا للعراق: جامعة القاهرة والمنصورة والأزهر وبني سويف واسكندرية، بريطانية، عين شمس، المنيا، المنوفية، حلوان، بنها، طنطا. يعني جامعة طنطا ظاهرة هي جامعتي. فأنت حضرتك لازم تعرف إيه الجامعة المعتمدة أولا. تاني حاجة لازم تعرف أنت هتاجي تقيم في مصر ولا هتسافر وتروح وتاجي. يعني لو هعمل ماجستير، هل في حضور ولا اونلاين؟ طب لو في حضور، لان كل جامعه بتختلف. في جامعه تقول لك انا عندي برنامج اونلاين، في جامعه تقول لك انا عندي لازم الحضور، والحضور 3 ايام، وفي جامعه تقول لك الحضور يوم واحد. طيب هل انا هنزل من المطار؟ هل انا هسكن في المدينه؟ دي بقى كلها هنتكلم عليها في الفيديوهات التانية عشان ما اطولش. شكرا للفيديو دوت. وارجو امانه تبعتوا لي اسئلتكم بكل صدق، وان شاء الله هجاوبكم بكل صدق وحياديه، والله ويشهد الله مش عايز لحضراتكم غير الخير. باي، توحشوني. ماشي، هتوحشونا كلكم زي ما راسل قال.